قصورها المتراسة ورمالها الذهبية لطالما جذبت إليها عشاق البيئة الصحراوية والراغبين في اكتشاف أرض ابن مزاب. غرداية كانت هذه السنة محتضنة السواح الذين استغلوا العطلة الشتوية للتعرف على المنطقة. السياحة يعني في عامين فاتوا كما تعلمون يعني في الولاية بما فات يعني كانت شوية ناقصة بصح من السنة الفارطة والسنة هذه كاين إقبال تقريبا راح ترجع للإقبال اللي كان في السابق. يتطلب باش يكونوا منتجعات أكثر من هذا يعني 2 و3 و4 في كل بلدية. صحراء الجزائر بما فيها غرداية جوهرة ثمينة، كلما اقتربت منها كلما أسرتك. هكذا يكون شعور السائح عند زيارته المنطقة. اليوم هاني جيت الغرداية فريمون شابة، بلادنا شابة، فنقول للمواطنين يعني أوليو يمشيوا لتونس ولا يمشيوا للترك ولا يمشيوا للبلدان خارجية، يعني من الأحسن أنهم يجيوا ويكتشفوا المناطق الموجودة في بلادنا، لأنه فعلا سياحة جميلة في البلد ديالنا. كاين العديد من المناطق اللي مازال ما نعرفوهاش ومازال ما اكتشفناهاش. راني في أسبوع هنا في مدينة غرداية، ونقول للمواطنين الجزائريين خاصة السياحة المحلية على كل حال السياحة في الجنوب راهي مليحة جدا، والأمور على كل حال فيها أمن، فيها أمان، فيها على كل حال الظروف تاع الإقامة مريحة جدا. الاستثمار في السياحة من خلال بناء مركبات ومنتجعات في قلب الولايات الصحراوية سيساعد في الترويج واستقطاب السواح من داخل وخارج الوطن.